معاك تمرينة من مدرب اونلاين، واخد تمرينة من واحد صاحبك، لاقي تمرينة في الشارع وانت ماشي، ما تجيش تقول لي ايه رأيك يا كابتن في التمرين ده، لان لا من الاحترام ولا من الاخلاق ولا مهني اني اقيم شغل مدرب تاني. لما لاعب يجي يقول لي يا كابتن ايه رأيك في التمرين اللي مدرب تاني عامله لي، او ايه رأيك في النظام الغذائي اللي ماشي معاه مع مدرب اونلاين، انا دايما ردي بيكون واحد: اني بحترم كل زمايلي في المجال، واني ما ينفعش كمدرب اقيم شغل مدرب تاني، لان ده لا اخلاقي ولا مهني. لو انت مش واثق في مدربك ما تكملش معاه، او حتى كمل فترتك معاه وشوف مدرب تاني. لكن ما ينفعش تمشي بالبرنامج التدريبي والنظام الغذائي اللي المدرب الاونلاين او المدرب التاني عامله لك، وتمشي تعرضه على المدربين وتقول لهم ايه رأيكم في البرنامج التدريبي او النظام الغذائي ده. وده مش عشان احراج، ده احترام للشغل اللي اتعمل ليك. لكن لو انت بتتمرن مع مدرب اونلاين وعندك سؤال معين في تمرين مش عارف تعمله، او محتاج تعديل في البرنامج التدريبي، عندك اصابة، عندك اي مشكلة، تعالى اسألني وهرد عليك بكل امانة. لان ما عنديش عقدة انك بتتمرن اونلاين فانا مش هفيدك، او انت بتتمرن اونلاين فما تسألني مش هرد عليك، او انك بتتمرن اونلاين فانا هتجاهلك. العقدة دي مش في بكر جيم، بالعكس انا والمدربين كلهم موجودين عشان نساعدك، واي سؤال هتسأله هنرد عليك بكل امانة. احترم مدربك واحترم اللي بيساعدك، وبكده فعلا هتبقى شخص محترف.